خلّينا نيجي لموقف أنا باشوف إن هو كان مواجهة حقيقية لفكرة هو يعني إيه مبادئ، وفي نفس الوقت أدي المبادئ بتاعتكم، وهي إمام عاشور، لاعب كان في الغريم التقليدي بيحتفل بإساءات للأهلي ورموز الأهلي، وينتهي الحال إن الأهلي بيتعاقد معاه، كانت فين المبادئ؟ امام عاشور، طيب امام عاشور غلط، كان في الاهلي؟ ما كانش في الاهلي. انا ضد ان تكون المبادئ الاخلاقيه قاصره على نادي لوحده. زي ما في مبادئ في الاهلي لازم أن تكون في مبادئ في الزمالك، لان دي كلها قيم اخلاقيه. انت عاقبت امام لما كان عندك، لما عمل اللي عمله وهو في سن صغيره وبيلعب مع فرقه ناشئين ويقعد ينساق معاهم ويهتف. ما تعاقبش. انت بتتكلم معايا بأمارة ايه؟ ده لما غلط في الناس في بيتهم انت ما عملتش حاجه. انت من يجب ان تخجل، مش تيجي تقول لي انت خدته ليه. اقول لك انا خدته عشان اقومه واستفيد منه فنيا، بس هو عندي لما بيقول احن بيتعاقب. اترزع 1.000.000 جنيه على طول. وغيره مش فوق العقاب. أيوة وهو فعلا. مش هينجح الا لما يرضخ للنظام وادرك ده. بس وانت بتكلمني انت تخليت عن مبادئك. هو انا بس اللي انسان وعندي قواعد سلوك؟ انت يجب ان انت تكون كده. صح. انت حد طلع من عندك جه عندي في البيت وغلط فيا، انت عملت معاه ايه؟ كون ان انا بعد كده احتضنه واقومه بعد ما يعتذر وبعد ما يمشي صح، ده يحسب ليا مش يحسب عليا. لكن يحسب عليك انك وقت ما غلط في حق الناس في بيتها ما عملتلوش حاجه. انت ما عملتش حاجه. مش ان انت غلط فيك فما تجيبهوش، لا، هو اذا الضروره الفنيه اقتضت ان انت تجيب لاعب بالموهبه الفنيه ديت بشرط ان السلوك بتاعه تقومه وتعدله، اشوف ان ده اوكي لصالح النادي مش ضد مبادئ النادي.